السلام عليكم وأهلا بكم في قناة مدينة سبور. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. باستثناء أشرف حكيمي الذي يشكو من الإصابة، فجميع لاعبي الفريق الوطني في صحة جيدة، وتدربوا جميعا بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم. ومن المنتظر أن تتواصل تدريب الفريق الوطني بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بسلام إلى غاية يوم الجمعة، على أن ينتقل إلى طنجة في ذات اليوم ليخوض بها آخر حصة تدريبية تحضيرا لمباراة البرازيل يوم السبت القادم. ومن المنتظر أن يحدد الطاقم الطبي للفريق الوطني نوعية الإصابة وإمكانية غيابه عن مباراة البرازيل يوم السبت القادم بالملعب الكبير بطنجة. وكانت بعثة المنتخب البرازيلي قد حلت بالمغرب يوم الاثنين بمطار طنجة ابن بطوطة قادمة من البرتغال استعدادا للمباراة الودية التي ستجمع بالمنتخب المغربي على أرضية ملعب مدينة طنجة يوم 25 مارس الجاري. وتنقلت البعثة الرياضية والإدارية للمنتخب البرازيلي مقر إقامتها في أحد أفخم فنادق العاصمة في بوغاز، والذي ستمكث فيه ابتداء من اليوم الاثنين 20 مارس وإلى غاية 26 من الشهر نفسه. ووصل إلى مدينة طنجة عدد كبير من الصحفيين العالميين خاصة البرازيليين والبرتغاليين لتغطية استعدادات أسود الأطلس والبرازيل قبل المباراة المرتقبة يوم السبت.